اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. عسلامة البنات، شحال تكونوا بألف خير وصحة ونعمة انتم تتبعوا فينا. نهاية جديد ودبار جديدة. حبيت نعمل حاجة حلوة، حبيت نعمل جاتو. حبيتكم كيف تشاركوني في الفيديو، ان شاء الله يعجبكم. عندي التمر اللي هو بديل السكر، كما تعرفوا في تونس ونعيش في أزمة غير عادية متاع سكر وزيت وحليب وقهاوي وتاي والدنيا الكل. كما قاعدين نشوفوا، خذيت كاس حليب وكاس ماء وعندي عظمة وكاس بالتمر، حطيتهم الكل مع بعضهم. وباش نحط مغيرفة يعني خل، كل نحطهم مع بعضهم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. كما شفتوا حطيت المكونات الكل باش نضربهم مع بعضهم في الخلاط باش التمر يترحي مليح. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وصفة سريعة يعني وخفيفة، فيسا حضرتها طيبتها في الكسكاس يعني مفورة. تتبع معنا الطريقة وتشوفوها، جات بنينة برشا. وانا حتى السكر معنا جاي معتدل فيها. لا إله إلا الله محمد رسول الله. هني بعد ما رحيته حطيته كيف الصحفة باش نزيدوا الفرينة نخلتها يعني من قبل، حضرتها. حطيت 5 مغارف فرينة، وحطيت كيف زوز خميرة، زوز باكوات يعني خميرة متاع جاتو، وخلطتهم مليح بالطبيعة. وعندي الفستق، خديت 3 مغارف فستق بودر، وكيف باش نزيدها من الخليط يعني ونخلطهم مليح. كما شفتوا خلطتهم مليح. وسبق اني حضرت الطبق كيف تو تشوفوه. كان ديما نسخنه ونحط فيه شوية زيت والا زبدة ونحط عليه رشة فرينة باش ما يلصقليش الخليط. لا إله إلا الله محمد رسول الله. هني سخنته شوية ودهنته شوية بالزيت، وبعد حطيت له رشة فرينة من في القاعة وعلى الجناب باش ما يلصقليش الجاتو. وديجا ما لصقتش يعني، جت ما شاء الله خفيفة وبنينة فيسا معناها ما تتنحى. هذا الماء اللي يغلي باش نطيبها خاطر فوق كيس يعني مفورة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. بالطبيعة بعد ما حطينا الطبق متاعنا يعني حطينا فيه الزيت والفارينة. طب بعد ما خلطناها وحضرناها باش نحطوها في البلاع اللي باش نطيبوا فيه ونحطها تفور. وكما شفتوا بعد ما حطيتها تفور باش نغطاها بالمنديل كي يكون يشرب الطباخ، ونغطاها شطر تغطي يعني بالطبق اخر من فوق باش ما تعرقش ويرجع عليها العرق يعني وتجي معجنة كما تشوفوا. وبالطبيعة نخليها مشوار طويل يعني 4 دراج 5 دراج، وهي تطيب على نار مش واطية برشا ومش قوية برشا. ودي الريزلتا متاعنا غامقة شوية كما شفتوا، لخاطر هي بالتمر وفيها كيف البيستاش. وانا عكس الضوء يعني تجيكم غامقة برشا، لكن هي منظرها سمح. لا إله إلا الله محمد رسول الله. فيسا كي حضرتها، ومن بعد كي طيبت العشي طيبتها هي فيسا كي كما تشوفوا ما شاء الله جات هشوشة برشا وبنينة. بعد ما بركة كيما ريتو حطيت فيها عظمة كهو، اما طايبة راهي من داخل يعني جات طرية برشا. وكما شفتوا كي القاعة متاعها سمحة مش لاصقة. وسبقت اني حطيت الفرينة كما شفتوا والزيت في الطبق باش ما تلصقليش. وبما انها هي كيف يعني طايبة مفورة، ما بالطبيعة مش باش تلصق، مش كيما باش طيبها في الفور ولا حاجة يمكن تشدلك شوية. بينما هي كي طايبة مفورة ما شفتوا ما شاء الله جات بنينة روعة. منكم تجربوها وتعطوني رايكم في الروسيت، سهلة برشا. جات تخش عليها براونيز يعني بنينة برشا. ما نجمش معناتها نقصها ونحشيها بالشوكولاتة خاطر هشوشة برشا. تعرفوا الخل سمح برشا من في الجاتو. هذا البلا متاعنا، ان شاء الله تعجبكم الوصفة. خليت لكم الخير والسلامة، نتقابلوا في فيديو قادم وبسلامة.